معنا في هذه الحملة أبو عبد الله وعضو بلدية المعراض الشيخ محسن، فيحدثنا عن هذه الحملة. شو رأيك أبو عبد الله بهذه الحملة؟ صحيح، أنا حملة رائعة بتمثل يعني جهد الشباب وتعاون الشباب وتنمية روح العطاء عند الشباب بهاي الحملة. ولاحظنا من الصبح إنه في نشاط من كل الشباب، وعلى رأسهم رئيس البلدية سعادة المحامي الأستاذ مروان عبود، وعضو البلدية الشيخ محسن، رافقوا الحملة والجرافة من الصبح واشتغلوا يدا بيد معنا لإنجاح الحملة، وإن شاء الله تكون هاي دافع للمستقبل لحملات شاملة أكثر إن شاء الله. الشيخ محسن، معروف عنك حب الخير وعمل الخير، تشهد لك كل أهالي بلدة الساكب، وأنت مشارك ميدانيا بهذه الحملة. شو بتحدثنا عن هذا اليوم؟ شو شعورك؟ شو بتحب تتوجه كلمة للشباب كمان؟ الانتماء للوطن. حلو. ولهذه البلدة، بلدة الساكب الحبيبة علينا، إن شاء الله يعني بنحافظ على نظافتها كما نحافظ على بيوتنا إن شاء الله. وشارك فيها مجموعة من الشباب وحتى طلاب المدارس، وبعضهم بعض الشياب كمان، مش من الشباب لحالهم. يعني سعيد انت بمشاركتك بهذه الحملة، وتدعو الشباب للاستمرار بتنظيف بلدهم، لانه ما في حد بغار على بلده قد ابناء بلده. شكرا جزيلا. معكم غسانة ياسر لمشروع الأردن الأخضر.